خليني أسألك سؤال غريب شوية. عمرك حسيت إنك قاعد وسط ناس بس حاسس إنك لوحدك؟ قاعد مع أصحابك أو مع أهلك أو حتى مع حد بتحبه بس في حاجة ناقصة؟ طيب خليني أسألك بشكل أوضح. كام مرة كنت قاعد مع حد وكل واحد فيكم ماسك موبايله جنب بعض بس مش مع بعض؟ هو احنا بقينا قريبين ولا بعيد عن بعض؟ معاكم شادي الخولي وده بودكاست عقدة الأونلاين، وحلقة النهاردة عن حاجة بتحصل كل يوم بس مش واخدين بالنا منها قوي: الأونلاين والعلاقات. خليني أحكي لك عن موقف بسيط بس معناه كبير. كنت قاعد مع مجموعة من صحابي، قاعدة حلوة، كلام وضحك، وفجأة واحد مسك موبايله، بعده بدقيقة التاني مسك موبايله، بعد شوية كلنا مسكنا موبايلاتنا. وفي لحظة كده بصيت حواليا، لقيت 4 بني آدمين قاعدين على ترابيزة واحدة بس كل واحد في عالم لوحده. وساعتها سألت نفسي، هو احنا لسه قاعدين مع بعض؟ خليني أسألك سؤال حلقتنا النهاردة وبصراحة كده: كام مرة حصل الموقف ده معاك؟ وكام مرة كنت انت أول واحد يمسك الموبايل؟ مستني إجاباتكم في الكومنتس وتقولولي تجاربكم وإيه اللي حصل معاكم. الموضوع مش إننا بنستخدم الموبايل، الموضوع إننا بنستبدل بيه لحظات حقيقية، لحظات كان ممكن تبقى ذكرى وللأسف بقت مجرد سكرول. مرة كنت قاعد مع حد قريب مني وكنا بنتكلم في موضوع مهم، وفجأة وفي نص الكلام مسك الموبايل، قال لي ثانية بس. الثانية دي طولت والكلام اتقطع والموضوع مكملش، ويمكن هو ما خدش باله بس أنا أخدت بالي وحسيت إن اللحظة دي ضاعت. كم مرة كنت بتتكلم مع حد وحسيت إنه مش معاك، موجود جسديا بس عقله في حتة تانية؟ العلاقات مش بس وجود، العلاقات حضور. فرق كبير بين إنك تبقى قاعد مع حد وبين إنك تبقى معاه. والمشكلة إن الموبايل بياخدنا من اللحظة حتى وإحنا جواها. إحنا بقينا بنبعت لبعض رسائل أكتر بس بنتكلم أقل، بنشوف ستوريز بعض بس ما بنسألش على بعض، بقينا بنعرف أخبار بعض من غير ما نسمع صوت بعض. خليني أسألك يا صديقي العزيز، آخر مرة قعدت مع حد من غير ما تمسك الموبايل خالص كانت إمتى؟ فاكر الإحساس ده؟ في مرة كنت ماشي مع حد بحبه، وكان المفروض إن دي لحظة حلوة، كلام، مشي، هزار، بس الحقيقة كل شوية واحد فينا يبص في موبايله، لحد ما في لحظة كده بقينا ساكتين، مش عشان مفيش كلام بس عشان إحنا مش موجودين، دماغنا رايحة للأونلاين. وساعتها فهمت إن العلاقات مش بتبوظ مرة واحدة، هي بتتآكل شوية شوية. أخطر حاجة مش إننا بعيد، أخطر حاجة إننا فاكرين إننا قريبين، فاكرين إن مجرد إننا بنتكلم أونلاين يبقى كده العلاقة تمام. بس الحقيقة في فرق كبير بين إننا بنتكلم أو بنكون مع بعض. جاوبني بصراحة، هل في حد في حياتك بقيت بتشوفه أقل بس بتكلمه أونلاين أكتر؟ لو يبقى إيه اللي اتغير؟ طيب نعمل إيه؟ مش هقولك سيب الموبايل، بس جرب تعمل حاجة بسيطة. لما تقعد مع حد سيب الموبايل، حطه في جيبك أو حطيه في شنطتك، بس ما تحطهوش على الترابيزة. ركز مع اللي انت معاه، اسمعه، بصله، هتحس بفرق كبير. العلاقات مش محتاجة وقت كتير، هي محتاجة حضور حقيقي، دقايق قليلة بس بتركيز، أحسن من ساعات وانت مش موجود. وقبل ما نختم خليني أسيبك مع السؤال ده: مين في حياتك محتاج منك اهتمام حقيقي مش مجرد رسالة؟ فكر، يمكن في حد مستنيك. دي كانت حلقة النهاردة من بودكاست عقدة الأونلاين. أنا شادي الخولي، واستنوني في الحلقة اللي جاية علشان نتكلم عن الأونلاين والصحة النفسية. مع السلامة.